أنا عمري ما كنت من النوع اللي بيخاف من الضلمة أو يترعش من حكايات العفاريت اللي الناس بتحكيها حوالين نار الكامب. كفنانة دايماً كنت بدور على الغموض، على الزوايا الضلمة دي في الدنيا اللي محدش تجرأ يستكشفها. كنت مؤمنة إن الإلهام الحقيقي موجود في المجهول، في القصص اللي محدش حكاها، في الأماكن اللي شايلة بين حيطانها أسرار قديمة. وده بالظبط اللي خلاني أروح واحد سيوة. سيوة اسمها لوحده كان بيخليني أحس بالدهشة والخوف. واحة منعزلة كأنها حتة من الزمن وقفت عندها الحركة، ومحوطة ببحر من الرمل الذهبي. بس اللي شدني ليها مش جمالها الطبيعي بس، لأ، ده الهمسات اللي سمعتها في القاهرة عن فيلا الصدى الأخير. دي ما كانتش مجرد فيلا مهجورة، دي كانت أسطورة حية، حاجة بتتنفس الرعب، والناس بتحكي عنها حكايات بتجمد الدم في العروق. إياكي تقربي منها يا بنتي، كده حذرني شيخ عجوز في سوق سيوة، وعينيه فيها نظرة خوف عمري ما شفتها قبل كده. الفيلا دي ملعونة، ساكنها الأرواح، واللي بيدخلها ما بيرجعش زي ما كان. بس تحذيراته دي ما زودتنيش غير إصرار. كنت بدور على قصة حقيقية، قصة أقدر أغوص في أعماقها وأحولها لرواية تخلد اسمي. ما كنتش أعرف ساعتها إني هبقى جزء من القصة دي، وإنها هتتخلد في روحي للأبد. وصلت الفيلا في عز الظهر، والشمس الحارقة كانت بتلسع جلدي، بس برودة غريبة كانت طالعة من حيطانها البهتة، كأنها بتتنفس هوا من عالم تاني. كانت واقفة شمخة بس متهالكة، كأنها تحفة معمارية قديمة الزمن نسيها. شبابيكها المكسورة كانت شبه عيون ميتة، بتبص في الفراغ وبتوحي بصمت تقيل، صمت ما كانش بيقطعه غير الهمسات الخفية اللي أهل القرية بيحلفوا إنهم سمعوها بتتسرب من بين شقوها في الليالي اللي فيها عواصف. ما سمعتش حاجة ساعتها، بس حسيت بحاجة، إحساس غريب بالترقب، كأن المكان كان مستنيني. قربت من الباب الخشب الضخم اللي كان باين عليه إنه ما اتفتحش من قرون، كان متغطي بطبقة سميكة من التراب، كأن الزمن وقف عنده. ترددت لحظة، بس فضولي كان أقوى من أي خوف. رفعت إيدي وزقيت الباب بالراحة، اتفتح بصرير جهنمي، صرير خرم سكون الصحراء، وكأنه صيحة ألم جاية من أعماق الزمن، أو يمكن ترحيب بارد من اللي ساكنينها. اتسللت لجوه خطوة بخطوة، والأرضية الخشب اللي تحت رجلي كانت بتئن مع كل حركة، كأنها بتستقبل زائر مش مرحب بيه، أو يمكن بتتأوه من تقل الأسرار اللي شايلاها. الغبار الكثيف انتشر في الجو، حاجب الرؤية ومخلي كل حاجة تبان ضبابية ومش واضحة، بس ما قدرش يحجب الريحة المميزة اللي ملت المكان، خليط غريب من تراب قديم وحاجة تانية ما قدرتش أحددها، حاجة تقيلة ومخيفة بتفكرني بريحة الورد الدبلان اللي اتساب كتير في أوضة مقفولة، أو يمكن ريحة الموت نفسه. الفيلا كانت أوسع مما تخيلت. في أوضة المعيشة الواسعة، العفش كان متغطي بقطع قماش قديمة ومتهالكة، كأنها أشباح للأيام اللي فاتت. بس اللي شد انتباهي على طول هو البيانو القديم اللي في الزاوية. كان بيانو خشبي غامق، باين عليه إنه شاف قرون من الأحداث. مفاتيحه كانت صفرة ومتهالكة، وبعضها كان ناقص، كأنها مستنية لمسة أخيرة، نغمة تصحيه من نومه الطويل. حسيت برغبة غريبة إني ألمسها، إني أعزف نغمة واحدة، بس حاجة منعتني. بدأت أتمشى في الأوض، كل أوضة كان ليها طابع خاص بيها، بس الخيط المشترك بينهم كلهم هو الإحساس بالتقل ده، بالماضي اللي رافض يمشي. في أوضة من الأوض لقيت مكتبة خشب ضخمة، رفوفها كانت فاضية خالص، كأن الكتب اتبخرت أو اتاخدت بسرعة. وفي أوضة تانية كان في مراية كبيرة متغطية بالكامل بقطعة قماش، كأن حد كان عايز يخبي اللي بتعكسه. ما تجرأتش أشيل القماشة. وأنا بتفحص واحدة من اللوحات الباهتة على الحيطة، سمعت صوت واطي شبه الهمس جاي من الدور اللي فوق. نفسي اتكتم. هل ده مجرد صدى للهواء اللي بيتسلل من الشبابيك المكسورة، ولا في حاجة تانية؟ حاولت أهدي نفسي وأقنع نفسي إن الموضوع ده كله مجرد تخيلات، بس قلبي بدأ يدق بعنف، كأنه بيدق ناقوس الخطر. اتسللت بحذر ناحية السلم الملتوي اللي كان باين عليه إنه بيتلوث في الضلمة، بيناجيني للمجهول. كل درجة كانت بتطلع صوت صرير مميز تحت رجلي، كأنها بتحذرني إني ما كملش، أو يمكن بتتألم من تقل خطواتي. الضلمة كانت بتزيد كل ما أطلع، كأني بدخل عالم تاني، عالم ما بتحكموش قوانين المنطق. في الدور اللي فوق الأوض كانت أظلم وأبرد،
حسيت بوجود حاجة مش مرئية بتراقبني من الضلمة. الأوض هنا كانت باينة كأنها ما اتلمستش من زمان أطول، طبقات التراب كانت أسمك والهوا كان أتقل. وأنا واقفة في نص الطرقة بحاول أجمع شجاعتي سمعتها، نغمة بيانو واحدة حزينة ومنفردة اتسربت من تحت. اتجمدت في مكاني، ما كانش في حد غيري في الفيلا. تبعتها نغمة تانية وبعدين تالتة عشان تشكل لحن شجي ومروع في نفس الوقت. كان لحن مألوف بشكل غريب، لحن سمعته في مكان ما قبل كده بس ما قدرتش أفتكره. كان بيحسسني بالحزن، بس في كل نغمة كان في خيط رفيع من اليأس، من الألم العميق. الدم اتجمد في عروقي. البيانو اللي شفته كان في الدور اللي تحت في أوضة المعيشة ومفيش حد غيري في الفيلا. إزاي البيانو بيعزف لوحده؟ هل عقلي بيخدعني؟ هل بدأت أستسلم لجنون المكان؟ ما قدرتش أقف ثابتة، جريت راجعة لتحت، قلبي بيدق بعنف زي طبول الحرب. كل خطوة كانت بتزود من صرير الأرضية، كأن الفيلا كلها بتصرخ معايا. وصلت أوضة المعيشة ولقيت البيانو بيعزف نفس اللحن، بس المرة دي المفاتيح كانت بتتحرك لوحدها، طالعة ونازلة كأن إيد خفية بتعزفها. ما كانش فيه أي حركة هوا ولا أي حاجة ممكن تفسر ده. المفاتيح كانت بتتحرك بالراحة بانتظام، كأن عازف شاطر قاعد قدامه. عينيا كانوا متثبتين على البيانو، على المفاتيح اللي بتتحرك لوحدها، واللحن مالي المكان، لحن ما يتنسيش، لحن هيطاردني للأبد. حسيت ببرودة شديدة بتخبطني من ورا، كأن الشباك اتفتح فجأة، بس ما قدرتش ألف وشي، جسمي كان متخشب من الرعب. وبعدين شفتها في انعكاس شباك وسخ في الزاوية، شباك بالعافية بيدخل نور. شفت شبح باهت لواحدة ست، كانت لابسة فستان أبيض قديم باين عليه إنه من زمن بعيد، وشعرها الطويل كان نازل على كتافها. كانت واقفة ورايا بالظبط على بعد خطوات بسيطة، ما كانتش بتتحرك، بس عينيها كانوا متثبتين على انعكاسي في الشباك. إيديها كانوا بيتمددوا بالراحة ناحية كتفي، بالراحة خالص، كأنها بتتأكد من وجودي أو يمكن بتستعد للمسة. اتجمدت في مكاني، ما قدرتش أتحرك. حسيت ببرودة التلج على رقبتي، وبعدين بصوابع باردة خالص، باردة جدا، بتلمس كتفي. ما كانتش لمسة قوية، لا، دي كانت خفيفة كأنها ريشة، بس كانت كفاية إنها تخليني أرتعش من راسي لحد رجلي. ما قدرتش أصرخ، حلقي كان نشف خالص. وفي اللحظة دي شفت في انعكاس الشباك وش الست الشبح ده بيقرب مني بالراحة، وعينيها الزجاجيتين اللي مفيش فيهم أي روح بيبصوا مباشرة في عينيا. كانت في ابتسامة حزينة على شفايفها، ابتسامة بتقول حكايات كتير عن الألم واليأس، عن عمر كامل من العذاب. الابتسامة دي ما كانتش ابتسامة شر، لأ، دي كانت ابتسامة حد تعبان، حد عايز يرتاح أو يمكن عايز يشاركني تعبه. اللحظة دي حسيت إن الزمن وقف، ما قدرتش أتنفس ولا أصرخ ولا حتى أغمض عيني. كنت محبوسة في اللحظة دي بين البيانو اللي بيعزف لوحده وأيدين التلج اللي على كتفي والوش الباهت اللي بيبصلي من الشباك. حسيت إن روحي بتتسحب مني بالراحة، كأنها بتنجذب ناحية الكيان ده. وفجأة اتجمعت فيا شجاعة من حيث لا أدري، يمكن كانت غريزة البقاء، أو يمكن كانت صرخة روحي اللي بترفض الاستسلام. دفعت نفسي بعيد عن المكان ده بكل قوتي، ما بصيتش ورايا، بس جريت زي المجنونة من غير ما أفكر في أي حاجة غير إني أطلع من الفيلا دي. رجلي كانت بتخبط في الأرضية الخشبية اللي بتئن، والغبار كان بيطير حواليا وكأن الفيلا كلها بتطاردني. نزلت السلم درجاته كلها مرة واحدة وكأني بتزحلق. وصلت للباب اللي كان لسه مفتوح بصريره المزعج، طلعت منه زي السهم، ما بصيتش حتى على منظر الفيلا من بره. جريت في الصحراء تحت الشمس اللي كانت لسه قايدة، بس أنا ما كنتش حاسة بحرارتها، كنت حاسة ببرودة التلج اللي لسه على كتفي، وبصوت البيانو اللي كان لسه بيرن في وداني، وبوش الست اللي ابتسامتها الحزينة ما فرقتش خيالي. جريت بلا توقف، ما كنتش عارفة أنا رايحة فين، بس كل اللي كنت أعرفه إني عايزة أبعد عن المكان ده بأي تمن. رجلي كانت بتوجعني ونفسي كان بيتقطع، بس الرعب كان أقوى من أي ألم. ما وقفتش غير لما شفت أضواء القرية في الأفق، وقتها بس حسيت إن جسمي كله استسلم، وقعت على الأرض منهكة وبنهج.
ودموع الرعب كانت بتنزل من عينيا. وصلت القرية والناس كانت بتبصلي باستغراب. شكلي كان باين عليه إني شفت الموت بعينيا. شعري منكوش، هدومي كلها تراب، وعينيا حمرة من الخوف. ما قدرتش أتكلم ولا أقول كلمة واحدة. كل اللي كنت عايزاه إني أبعد عن المكان ده، عن كل حاجة ليها علاقة بيه. رجعت القاهرة، بس فيلا الصدى الأخير ما سابتنيش. فضلت محفورة في ذاكرتي، في كل تفاصيلها المرعبة. ما بقتش فنانة بتدور على الإلهام في الغموض، لأ، بقيت واحدة ست شايلة معاها سر مرعب بيطاردها في كوابيسها. كل ليلة كنت بسمع نغمة البيانو الحزينة بتتردد في وداني، وبتخيل الإيد الخفية دي بتعزفها، والابتسامة الحزينة دي اللي وعدتني براجعة مفيش منها مفر. حاولت أنسى، حاولت أقنع نفسي إن ده كله كان مجرد هلوسة نتيجة إرهاق السفر أو التأثير الأجواء الغريبة في سيوة. بس كل ما غمض عينيا كنت بشوف وش الست الشبح، وبحس ببرودة إيديها على كتفي. كنت بسمع اللحن الحزين، لحن اليأس، لحن الفيلا المسكونة. مرت الأيام وأنا بحاول أرجع لحياتي الطبيعية. رجعت أرسم، بس رسوماتي بقت كلها كئيبة، مليانة ألوان غامقة وأشكال غريبة. كنت برسم الفيلا، وبرسم الست الشبح، وبرسم البيانو اللي بيعزف لوحده، كأن روحي بقت مربوطة بالمكان ده ومش قادرة تتحرر. في يوم من الأيام وأنا قاعدة في الاستوديو بتاعي بحاول أرسم، لقيت نفسي برسم البيانو ده تاني، بس المرة دي حسيت برغبة قوية إني أعرف حكايته، حكاية الفيلا دي وحكاية الست الشبح. ما بقتش مجرد فضول فنانة، لأ، ده بقى إحساس بالمسؤولية، كأن الست دي كانت بتناديلي، عايزاني أكتشف سرها وأريح روحها. الخوف كان لسه موجود، بس الرغبة في المعرفة كانت أقوى. بدأت أبحث، بحثت في الإنترنت عن تاريخ واحد سيوة، عن البيوت القديمة، عن الأساطير المحلية. ما لقيتش أي حاجة عن فيلا الصدى الأخير بالاسم ده، كأنها كانت مجرد حكاية شعبية أو يمكن اسم أطلقوا عليها أهل القرية. بس ما استسلمتش، بدأت أبحث عن أي حكايات عن بيوت مسكونة في سيوة، عن أي أحداث غريبة حصلت هناك. وفي يوم لقيت مقال صغير في جريدة قديمة بيتكلم عن حادثة غريبة حصلت في سيوة من حوالي 70 سنة. المقال كان بيتكلم عن عيلة غنية كانت عايشة في فيلا كبيرة واختفوا فجأة من غير أي أثر. الشرطة بحثت كتير بس ما لقيتش أي حاجة. القضية اتقفلت على إنها اختفاء غامض. الصورة اللي كانت في المقال كانت باهتة، بس قدرت أميز الفيلا. كانت فيلا الصدى الأخير، بس الاسم اللي كان مكتوب تحت الصورة كان مختلف. فيلا عائلة الدمنهوري، عيلة الدمنهوري. الاسم ده رن في وداني. هل الست الشبح دي كانت واحدة من عيلة الدمنهوري؟ وإيه اللي حصل لهم؟ ليه اختفوا فجأة؟ وليه الفيلا دي بقت مسكونة؟ الأسئلة دي كانت بتدور في دماغي وما كنتش لاقية ليها إجابة. حسيت إن في لغز كبير وأنا لازم أحله، لازم أعرف الحقيقة. الخوف رجع تاني، بس المرة دي كان مختلف. ما كانش خوف من المجهول، لأ، ده كان خوف من الحقيقة اللي ممكن أكتشفها. بس الفضول كان أقوى. قررت إني لازم أرجع سيوة، لازم أرجع للفيلا، لازم أعرف سر فيلا الصدى الأخير. جهزت شنطتي وقلبي بيدق بعنف. المرة دي ما كنتش رايحة أبحث عن إلهام فني، كنت رايحة أبحث عن إجابات، كنت رايحة أواجه خوفي وأواجه الماضي. وصلت سيوة تاني، والمرة دي ما حسيتش بنفس الدهشة اللي حسيتها أول مرة. حسيت بإحساس غريب بالانتماء للمكان ده، كأن الفيلا بتناديلي. الشيخ العجوز اللي حذرني أول مرة شفته في السوق، بصلي بنظرة غريبة كأنه عارف إني رجعت للفيلا. ما تكلمش، بس هز رأسه بحزن كأنه بيقول لي أنا حذرتك. رحت الفيلا تاني، والمرة دي كانت الشمس بدأت تغيب. الأجواء كانت أظلم وأكثر رعباً. الباب كان لسه مفتوح كأنه كان مستنيني. دخلت وحسيت بنفس البرودة اللي حسيتها أول مرة، بس المرة دي كنت مستعدة لأي حاجة. دخلت أوضة المعيشة، والبيانو كان لسه موجود في مكانه. بصيت عليه وحسيت إن في حاجة مختلفة، كأن البيانو كان بينتظرني. قربت منه بالراحة ومديت إيدي عشان ألمس المفاتيح، وفجأة سمعت صوت خفيف كأنه همس. الصوت ده ما كانش جاي من البيانو، لأ، ده كان جاي من ورايا. اتلفت بسرعة وما لقيتش حاجة، بس حسيت بوجود شيء
شيء غير مرئي بيراقبني. رجعت أبص على البيانو ولقيت إن في ورقة صغيرة متنية محطوطة على المفاتيح، ما كانتش موجودة قبل كده. قلبي دق بعنف، مديت إيدي ومسكت الورقة بالراحة. كانت ورقة قديمة باين عليها إنها اتكتبت من زمان. فتحتها بالراحة وبدأت أقرأ. الورقة كانت مكتوبة بخط إيد قديم باهت ومصفر، الكلام بالعربي بس بصيغة قديمة شوية. كانت رسالة من مين؟ وليه محطوطه هنا؟ إلى من يجرؤ على الدخول؟ أنا هنا حبيسة هذا المكان منذ زمن بعيد. روحي لا تجد الراحة وقلبي لا يجد السكينة. لقد ظلموني وسلبوني من كل شيء. ابحث عن الحقيقة، ستجدها في الظلال، ستجدها حيث لا تتوقع. ابحث عن اللحن الذي يعزف الألم، اللحن الذي يحمل سر حياتي وموتي. أنا هنا في انتظار من يحررني. الرسالة كانت غامضة بس في نفس الوقت كانت واضحة. الست الشبح دي كانت عايزاني أساعدها، عايزاني أحررها، بس من إيه؟ وإزاي؟ اللحن اللي سمعته من البيانو هو ده اللي بيحمل سر حياتها وموتها. بس إيه هو السر ده؟ وإزاي أقدر أحررها؟ بصيت حواليا في الأوضة كأنني بشوفها لأول مرة. كل حاجة فيها كانت ليها معنى دلوقتي، البيانو، اللوحات الباهتة، المراية المتغطية، كل حاجة كانت جزء من اللغز. رجعت للبيانو وبدأت أبص على المفاتيح تاني. المرة دي ما كنتش خايفة، كنت مصممة، لازم أعرف الحقيقة. وفجأة حسيت بنفس البرودة اللي حسيتها أول مرة، البرودة اللي بتيجي من ورايا. اتلفت بالراحة ولقيتها الست الشبح كانت واقفة ورايا بالظبط، بس المرة دي كانت أوضح. ملامح وشها كانت باينة أكتر، وعينيها الزجاجيتين كانوا بيلمعوا في الضلمة. ما كانتش بتتحرك بس كانت بتبصلي، وابتسامتها الحزينة كانت لسه على شفايفها. حسيت إنها عايزة تقول حاجة بس مش قادرة. مديت إيدي بالراحة ناحيتها كأنني بحاول ألمسها، بس إيدي عدت من خلالها. كانت مجرد شبح، مجرد روح. إيه اللي حصل لك؟ سألتها. صوتي كان واطي شبه الهمس. إيه هو سرك؟ الست الشبح ما ردتش، بس ابتسامتها الحزينة زادت وكأنها بتشجعني إني أكمل. بصيت على البيانو تاني وبعدين بصيت على الست الشبح. حسيت إن في رباط خافي بيربطني بيها، رباط من الألم ومن الأمل في التحرير. قررت إني لازم ألاقي اللحن اللي هيحررها. بدأت أبحث في الفيلا كلها، كل أوضة، كل زاوية. كنت بدور على أي دليل، أي حاجة ممكن توصلني للغز. في أوضة النوم الرئيسية لقيت دولاب كبير مكسور. فتحته بالراحة ولقيت جواه صندوق خشبي قديم. كان الصندوق مقفول بقفل صدى. حاولت أفتحه بس كان صعب. وفجأة حسيت بلمسة خفيفة على إيدي. بصيت ولقيتها الست الشبح كانت واقفة ورايا بالظبط، بس المرة دي كانت أوضح. ملامح وشها كانت باينة أكتر، وعينيها الزجاجيتين كانوا بيلمعوا في الضلمة. ما كانتش بتتحرك بس كانت بتبصلي، وابتسامتها الحزينة كانت لسه على شفايفها. حسيت إنها عايزة تقول حاجة بس مش قادرة. مديت إيدي بالراحة ناحيتها كأنني بحاول ألمسها، بس إيدي عدت من خلالها. كانت مجرد شبح، مجرد روح. إيه اللي حصل؟ إيه هو سرك؟ الست الشبح ما ردتش، بس ابتسامتها الحزينة زادت وكأنها بتشجعني إني أكمل. بصيت على البيانو تاني وبعدين بصيت على الست الشبح. حسيت إن في رباط خفي بيربطني بيها، رباط من الألم ومن الأمل في التحرير. قررت إني لازم ألاقي اللحن اللي هيحررها. بدأت أبحث في الفيلا كلها، كل أوضة، كل زاوية. كنت بدور على أي دليل، أي حاجة ممكن توصلني للغز. في أوضة النوم الرئيسية لقيت دولاب كبير مكسور. فتحته بالراحة ولقيت جواه صندوق خشبي قديم. كان الصندوق مقفول بقفل صدى. حاولت أفتحه بس كان صعب. وفجأة حسيت بلمسة خفيفة على إيدي. بصيت ولقيتها الست الشبح كانت واقفة جنبي، وكانت بتشاور على درج صغير في الدولاب.
فتحت الدرج ولقيت جواه مفتاح صغير، صدق هو كمان. مسكت المفتاح وبصيت على الست الشبح. هزت راسها بالراحة كأنها بتقولي هو ده. حطيت المفتاح في القفل ولفيته بالراحة. القفل اتفتح بصرير خفيف. فتحت الصندوق ولقيت جواه حاجات قديمة، صور باهتة ومذكرات وشوية مجوهرات قديمة. مسكت المذكرات وبدأت أقرأ فيها. كانت مذكرات مكتوبة بخط إيد الست الشبح. كانت بتحكي عن حياتها، عن حبها، عن ألمها. كانت بتحكي عن عيلة الدمنهوري وعن سر اختفائهم. الست دي اسمها نور، كانت بنت عيلة الدمنهوري. كانت بتحب الموسيقى وكانت بتعزف بيانو. كانت مخطوبة لشاب بتحبه، بس أهلها كانوا رافضين الجوازة دي. كانوا عايزينها تتجوز واحد غني عشان يحافظوا على ثروتهم. في يوم من الأيام نور قررت تهرب مع حبيبها، بس أهلها عرفوا، حبسوها في الفيلا ومنعوها من الخروج. حبيبها حاول ينقذها، بس أهلها قتلوه. نور فضلت محبوسة في الفيلا، بتعزف البيانو وبتكتب مذكراتها. كانت بتعزف اللحن اللي ألفته لحبيبها، اللحن اللي كان بيعبر عن حبها وألمها. وفي ليلة من الليالي نور ماتت في الفيلا، ماتت من الحزن ومن اليأس. بس روحها فضلت محبوسة في الفيلا، بتعزف اللحن اللي بيحمل سرها. السر ده كان محفور في المذكرات. أهلها ما قتلوهاش بس، لأ، ده دفنوها في الفيلا نفسها عشان محدش يعرف سر اختفائهم. دفنوها تحت البيانو. الدم اتجمد في عروقي. نور ماتت تحت البيانو. هي دي الحقيقة، هي دي اللي كانت عايزاني أعرفها. بصيت على البيانو وبعدين بصيت على الست الشبح. كانت بتبصلي بابتسامة حزينة، بس المرة دي كان فيها أمل. لازم أحررك يا نور، قلتها بصوت واطي. لازم ألاقي جثتك وأدفنك في سلام. الست الشبح اختفت بالراحة، بس حسيت بوجودها حواليا كأنها بتشجعني. بدأت أبحث تحت البيانو. الأرضية كانت خشبية، بس حسيت إن في حاجة مختلفة تحتها. جبت أدوات حفر صغيرة وبدأت أحفر بالراحة. الحفر كان صعب، بس كنت مصممة. كل ما أحفر أكتر كل ما أحس إني بقرب من الحقيقة. وبعد ساعات من الحفر لقيت حاجة صلبة. حفرت أكتر ولقيت صندوق خشبي صغير. كان الصندوق قديم ومتهالك. فتحته بالراحة ولقيت جواه بقايا عظام. كانت عظام نور. مسكت العظام بالراحة وقلبي كان بيوجعني عليها. نور عاشت وماتت في الفيلا دي، روحها فضلت محبوسة فيها. قررت إني لازم أدفن نور في مكان يليق بيها، مكان فيه سلام. طلعت من الفيلا ومعايا صندوق عظام نور. رحت للمقبرة اللي جنب الفيلا وبدأت أحفر قبر صغير. وأنا بحفر حسيت بهوا بارد بيعدي من جنبي. بصيت ولقيت الست الشبح واقفة جنبي. كانت بتبصلي بابتسامة، بس المرة دي كانت ابتسامة سلام، ابتسامة شكر. دفنت نور في القبر الصغير وقريت الفاتحة على روحها. حسيت إن في حمل كبير اتشال من على كتافي. لما خلصت بصيت على الفيلة، كانت لسه واقفة شمخة، بس ما بقتش مخيفة زي الأول. كأن روح نور اللي كانت محبوسة فيها اتحررت. الست الشبح اختفت تماماً، ما بقتش أشوفها ولا أحس بوجودها. اللحن الحزين اللي كان بيطاردني اختفى هو كمان. رجعت القاهرة، بس حياتي ما بقتش زي الأول. التجربة دي غيرتني، خلتني أؤمن بحاجات ما كنتش بؤمن بيها قبل كده. خلتني أدرك إن في عالم تاني حوالينا، عالم من الأرواح ومن الأسرار. وبقيت فنانة بتحكي قصص الأرواح، قصص الناس اللي ماتت بس أرواحها لسه عايشة. بقيت برسم الفيلا، بس المرة دي برسمها بألوان فاتحة مليانة أمل. برسم نور، بس برسمها بابتسامة سلام. فيلا الصدى الأخير ما بقتش مجرد فيلا مهجورة، بقت مكان بيحمل قصة، قصة حب وألم وتحرير، قصة نور اللي روحها لقت السلام أخيراً. ومن وقتها عمري ما خفت من الضلال تاني، لأني عرفت إن الضلال دي ممكن تكون شايلة جواها أسرار وأرواح وحكايات تستاهل إنها تتحكي.